ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات موسم 23 الموسم الجديد. هنتكلم عن اماكن ومواعيد الاختبارات، الانديه اللي هتعمل اختبارات، سعر الاستماره في الاختبارات هيبقى ايه، الميعاد بالظبط هيبقى ايه، وهنتكلم عن نظام ومراحل الاختبارات في الموسم الجديد. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش عارف القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان يستفيد زي ما انت هتستفاد بالظبط. ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. الحمد لله، يمكن كنا الحمد لله بفضل الله الموسم اللي فات واختبارات الموسم اللي فات غطينا كل الاختبارات بكل الانديه، وكنا دايما بننصح في اخر الفيديو ان الاختبارات دي كويسه ولا لا، تروح ولا لا، الاختبارات دي مميزه، الاختبارات دي فيها اهتمام ولا لا. كنا بننصح في كل فيديو عن الاختبارات اللي احنا بنعمل عنها الفيديو. السنه دي ان شاء الله برضه هنغطي، ويمكن اكتر كمان نغطي كل الاختبارات السنه دي، عشان لو انت مهتم بالاختبارات وحابب ان انت تشارك في الاختبارات يمكن ربنا يجعل من نصيبك النجاح، وتبقى دي نقطه تغير حياتك. زي ما في ناس الموسم اللي فات الحمد لله كان بيفرحني تقول لي انا قبلت بفضل فيديوهاتك، او بفضل الله اولا، ثم بفضل التوجيهات وبفضل الفيديوهات اللي انت كنت بتنزلها. دي حاجه بتفرحني جدا، وده الهدف الاساسي من المحتوى بتاعي، ان هو ان شاء الله اقدر ان انا ابقى مؤثر تاثير ايجابي في عدد كبير من الناس اللي بتتفرج عليا. السنه دي ان شاء الله الاختبارات كلها هتبقى بعد العيد. السنه اللي فاتت كان في جزء قبل رمضان وفي جزء بعد رمضان والعيد. السنه دي كلها هتبقى بعد العيد. بعد العيد مباشره هتلاقي في انديه ابتدت تعمل اختبارات، وبتبقى في الاول غالبا بيبقى ممتاز ب ودرجه ثالثه، وبعد كده بتبتدي تخش على الدوري الممتاز بكل انديته، بيبقى عامل اختباراته. ده تقريبا بيبقى من شهر اواخر 5 واول 6، ده بالنسبه للدوري الممتاز. وبعد كده بتلاقي في انديه تانية خلال اختبارات الدوري الممتاز، انديه بتظهر تاني زي الدرجه الثالثه والممتاز ب، بس الاغلبيه الدوري الممتاز كله بيعمل اختبارات فتره الصيف. الممتاز ب في انديه بتعمل اختبارات، وفي انديه بتبقى بايع قطاع كله استثماري، فبتلاقي ان هي ما فيهاش اختبارات، فبيبقى في جزء بيعمل اختبارات للقطاع وفي جزء ما بيعملش اختبارات، وده بيبقى بايع القطاع. الدرجه الثالثه طبعا بيبقى فيه برضه نفس الكلام، انديه وانديه على حسب النادي، بس بتبقى الانديه قليله جدا اللي مش بايعه القطاع. ده بالنسبه للانديه اللي هتعمل اختبارات. وبالنسبه للمواعيد، طب سعر الاستماره، سعر الاستماره في كل الانديه بيتراوح من 30 جنيه لحد 100 جنيه، اقصى حاجه 100 جنيه واقل حاجه 30 جنيه. وفي انديه عملت السنه اللي فاتت الاختبارات ببلاش زي نادي فيوتشر. نادي فيوتشر عامل اختبارات في اكثر من محافظه واكثر من مكان ببلاش، وكان ده النادي الوحيد تقريبا اللي عامل اختبارات مجانا الموسم اللي فات. باقي الانديه كلها عملت اختبارات باستمرار يتراوح سعرها بين 30 جنيه لحد 100 جنيه. طب ايه نظام الاختبارات وايه هي المراحل اللي بتتعمل في الاختبارات؟ نظام الاختبارات بيبقى عباره عن تقسيمات فقط، يعني مفيش اي اختبارات تانية غير التقسيمات، كلها تقسيمات، مفيش حاجات فرديه بيختبرك فيها، كله بيبقى عباره عن تقسيمات. طب ايه هي المراحل؟ اول مرحله المجموعه اللي جايه كلها عشان تعمل اختبارات بتعمل بيهم تقسيمات، بتقسم فرق وبتنزل تقسيمات، وبتبتدي ان هم ينقوا منها اللعيبه المميزه، بيصفوا العدد الكبير ده لعدد اقل منه شويه، والعدد اللي اختاروه ده بيتأهل للمرحلة الثانية. طب المرحلة الثانية بيبقى فيها ايه؟ بتبقى برضو عبارة عن تقسيمة من الناس اللي نجحوا في المرحلة الأولى، ويبتدي يعملوا لهم تقسيمات أو ماتشات، وينقوا منهم مرحلة قليلة جدا من الناس دي، وبيتأهلوا للمرحلة الثالثة اللي هي تلاعب فيها قطاع. المرحلة الثالثة بتلاعب فيها الفريق، وبيبتدي يخش في مقارنة، هل أنت أحسن من اللعيب اللي أنت بتلعبه؟ هل أنت لو اشتغلت شوية هتبقى أفضل منه؟ هل نفس المستوى؟ فأنت مطالب إن أنت تبقى أفضل من اللعيب اللي أنت بتلعبه. ده محتاج تمرين طول فترة الاستعداد للاختبارات. لازم تستعد كويس للاختبارات عن طريق التمرين او عن طريق اكاديمية او عن طريق مباريات ودية. كل ده هيساعدك ان انت تجتاز الاختبارات بسهولة. وهننزل فيديو اكتر ان شاء الله في نصايح اكتر وتعليمات اكتر عشان تعدي الاختبارات دي، زي ما نزلنا السنة اللي فاتت هننزل السنة دي برضو ان شاء الله. طب ايه المواليد اللي هتطلب السنة دي في الاختبارات؟ المواليد اللي هتطلب هيبقى اكبر سن للاختبارات هيبقى 2003. مفيش 2001 و 2002، ده خلاص كده يبقى فريق اول. 2003 هيبقى اكبر سن في الاختبارات لحد 2014، وفي فرق قليله هتعمل 2015 فرقه تجهيزيه للموسم الجديد.
بس السن الرسمي هيبقى 2014، يعني من 2013 لحد 2014. وبكده اكون جمعت لكم كل حاجه عن الاختبارات، لان في ناس كتير بتسالني عن مواعيد الاختبارات وعن المراحل وعن السن اللي هيتم في الاختبارات، فانا قدرت اعمل لكم فيديو الم فيه الحاجات دي كلها قبل ما نخش في تفاصيل كل نادي الفتره الجايه باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره قدم. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، ولو عايز تتكلم معايا اكتر ممكن تعمل فولو على انستجرام وتكلمني، ان شاء الله ارد عليك على طول. اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.